السلام عليكم. أكد جواد الزيات رئيس الرجاء البيضاوي أن تفعيل الشركة الرياضية يوم أمس السبت غادي يساهم في إزالة الديون اللي تراكمات على النادي هذه السنتين، كذلك بناء فريق قوي وتنافسي في الفترة القادمة. وكان هذا في تصريح الموقع الرسمي للنادي. وقال جواد الزيات: اليوم غنعيشوا يوم تاريخي ومرنا لجيل جديد كيتمثل في تفعيل الشركة. والآن الشركة الرياضية للرجاء غتكون الأكبر في المغرب برأس مال اللي كيبلغ 250 مليون درهم، أي 25 مليار سنتيم. 150 مليون درهم يعني 15 مليار سنتيم غتكون من طرف المستثمر، و100 مليون يعني 10 المليار سنتيم غتكون من طرف الجمعية على الشكل ديال اللاعبين والعلامة التجارية ديال الرجاء. الهدف الأول هو أن نحيدوا الديون المتراكمة على النادي هذه السنين ونبنيو فريق تنافسي. التصريح ديالو كذلك شكر رئيس الجامعة كما شكر رئيس العصبة الاحترافية عبد السلام بن لكشور. كذلك نستمعوا التصريح ديال جواد الزيات. حنا اليوم كنعيشوا نهار تاريخي. هذه 40 عام الرجاء اختارت لوديب كمحتضن. كان ديك الساعه لو باريناج هو اللي خدام. اليوم دزنا لواحد الجيل جديد الا وهي تفعيل الشركه. وعندنا اليوم ان شاء الله الشركه ديال الرجاء اس غتكون اكبر شركه رياضيه في المغرب، واحد راس مال 250 مليون ديال الدرهم. 150 مليون كيجيبها المستثمر المؤسساتي بورت فور امباكت، و100 مليون كتجيبها الجمعيه على شكل اللعابه ديال الفريق، وكذلك على شكل لا مارك ديال الرجاء. هذا الهدف الاول ديال الشركه هو بعدا نحيدوا جميع الديونات المتراكمه اللي عندنا منذ سنين، وثانيا نبنيو فريق كبير فيما يخص الشق الرياضي، وكذلك فريق ديال السير ديال الشركه اللي تخلينا نبقاو دائما في القمه. وكنشكر رئيس الجامعه اللي دعمنا وعاوننا وحيد علينا جميع المشاكل اللي كانت كتعيق هذا المشروع. هذا الاولى كانت مشاكل ضريبيه اللي عندها 17 عام. اليوم انا مسرور باش نقول لكم بان الرجاء فكت جميع المشاكل الضريبيه وما بقاتش عندها مشاكل ضريبيه. هذا بفضل السيد رئيس الجامعه اللي دعمنا، وكذلك السيد رئيس الجامعه كي يعاون وكيدفع هذا المشروع هذا، وكيعطي لي غارونتي الخاصه اللي خص المستثمر باش يثق في كره القدم ويثق في نادي الرجاء. كذلك نشكر لا ليغ بروفيسيونيل اللي كترأسها السي بالقشور اللي حتى هي دعمت هذا المشروع ودفعت في هذا المشروع، واللي اليوم كانت حاضره معنا. وكنشكر السي بالقشور اللي كيدعمنا حتى هو ملي بدينا هذا المشروع.